جامع السلطان حسن أو مدرسة السلطان حسن واحد من أكبر الآثار الإسلامية اللي موجودة في مصر، بل موجودة في العالم الإسلامي كله، ويعتبر هو هرم مصر الرابع. هنتكلم النهارده عن هذا الأثر العظيم. أتمنى يا رب الحلقة تعجبكم. خليكم معانا ويلا بينا نحكي الحكاية. إن حق لمصر الفرعونية أن تفتخر بأهرامها، فإن لمصر الإسلامية أن تتيه عجبا في مدرسة السلطان حسن. وده اللي قاله الأستاذ حسن عبد الوهاب صاحب موسوعات مساجد مصر والآثار الإسلامية، واللي بسببها اشتهر المسجد هنا بهرم مصر الرابع. والمقريزي قال عنه إنه أكبر من إيوان كسرى، وقال عنه كمان في خططه: جاء في أكبر قالب وأحسن هندام وأضخم شكل، فلا يعرف في بلاد الإسلام معبد يحاكي هذا الجامع. وده بيبين عظمة البناء هنا، واللي اتبنى سنة 757 هجري 1356 ميلادي، واللي اتبنى على إيد سلطان من دولة المماليك البحرية اسمه السلطان الناصر حسن ابن السلطان الناصر محمد ابن السلطان المنصور قلاوون، أسرة حكمت مصر والشام أكتر من 100 سنة، واللي كان أول واحد فيها هو جده منصور قلاوون. وامتد حكم الأسرة دي ل5 أجيال متتابعة، يعني المنصور قلاوون وأبنائه أحفاده اللي منهم السلطان حسن وأبناء الأحفاد وأحفاد الأحفاد. بعد موت المنصور قلاوون بيمسك أولاده الحكم اللي منهم الناصر محمد، صاحب أطول فترة حكم في تاريخ المماليك 43 سنة على 3 فترات حكم متباعدة. وبعد موته بتولى أبنائه الحكم اللي منهم السلطان حسن. السلطان حسن في 6 من إخواته سبقوه في حكم مصر، وهو السابع، وهو ليه ولايتين في حكم مصر. الأولى كان عنده 13 سنة، وعشان سنه صغير فكان لازم يكون في وصي على العرش، وفعلا كان في مجموعة من الأمراء أوصية عليه. أول ما وصل لسن 16 سنة اتحكم له بإنه يحكم منفردا، وأول قرار خده بعد ما بقى سلطان منفرد إنه عزل أمراء والده، فبيحصل زي انقلاب عليه وبيتعزل من الحكم على إيد الأمير طاز أحد أمراء والده، وبيحبسه في القلعة. والكلام ده كان السلطان حسن لسه عنده 16 سنة وكام شهر، يعني قعد في الحكم بالظبط 3 سنين و3 شهور وكام يوم كده. وفضل بعد ما اتعزل معتقل برضه تقريبا 3 سنين وكام شهر. وبعد ما اتعزل مسك الحكم أخوه، واللي كان اسمه الصالح صلاح الدين صالح، وبرضه الصالح ده كان طفل تقريبا عنده 14 سنة، واتعزل وهو عنده 17 سنة على إيد الأمير شيخو، اللي بيرجع السلطان حسن للحكم تاني، اللي كان تقريبا بقى عنده 20 سنة. وابتدى في السنة التانية من فترة حكمه التانية بناء هذا الجامع العظيم. فترة حكمه التانية استمرت تقريبا 6 سنين، وفي آخر الفترة دي كان في مشاكل مع أحد أمراء المماليك واسمه بليغة الخسقي. والمشاكل دي ما كانتش مشاكل عادية، دي كانت صراعات مسلحة، يعني جيوش بتقابل بعض. وفي آخر مواجهة بينهم وكانت في الجيزة بينهزم السلطان حسن وبيهرب وبيستخبى في القلعة، وبينزل من القلعة في ليلة قبل الفجر متنكر في ملابس إعرابي، ومن ساعتها لحد النهاردة محدش يعرف هو راح فين. وكان عنده وقتها تقريبا 26 سنة، والكلام ده كان يوم 18 ديسمبر 1361 ميلاديا. أغلب الظن إنه اتقتل في روايات كتير كلها ملهاش أي أساس تاريخي، وأحد الروايات دي بتقول إن هو تم القبض عليه بالقرب من بلبيس واتسلم للخسقي اللي بيقتله وبيرمي جثته في النيل، وناس تانية بتقول إن هو قتله ودفنه قدام مصطبة كان بيقعد عليها. والله أعلى وأعلم بصحة الروايتين دول، لكن المثبت إنه متدفنش هنا في القبة دي، ولكن اللي اتدفن هنا 2 من أولاده، الأول اسمه أحمد والتاني اسمه إسماعيل. قصة السلطان حسن قصة صغيرة ومفيهاش تفاصيل كتير بالرغم من إثارتها والغموض اللي في آخرها، وكان ممكن يعدي في وسط سلاطين المماليك اللي ملهمش اسم ولا صيت، ولكن الجامع والمدرسة دي خلدت اسمه لحد النهاردة. مين فينا ما يعرفش جامع السلطان حسن؟ ولكن مش كلنا عارفين حكايته. احنا اتكلمنا النهاردة عن شخصية السلطان حسن، وما اتكلمناش عن الأثر العظيم ده من الناحية المعمارية أو الأثرية، لكن الصورة أبلغ بكتير من الكلام، ولو حاولت أتكلم عنه هحتاج ساعات في وصف الجمال اللي احنا شايفينه دوت. ونصيحة بجد، تعالى اتفرج عليه بنفسك ووعد مش هتندم. وبس كده، لو كنت وصلت معايا لحد هنا فده معناه الحلقة عجبتك، فما تنساش اللايك، ولو أول مرة تشرفنا على القناة الاشتراك وتفعيل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد من حلقاتنا أول بأول. واستنونا في حلقة جديدة، وسلام.